الحقيقه انا عندي اكتر من سبب يخليني ما ارشحش الاخوان، او بمعنى ادق ما ارشحش دكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسه. وده مش عشان حاجه وحشه للاخوان، يعني مش حاجه وحشه لا سمح الله يعني، ولا عشان هم قالوا ان هم مش هيرشحوا حد وراحوا مرشحين زي ايهاب بشير الحلاوه قال له ما عنديش وهو عنده جوه، ولا مثلا عشان قالوا مش هناخد الاغلبيه في مجلس الشعب وخدوا، ولا عشان خلوا الناس تنزل وهم رجعوا تاني عادي خالص، ولا الكلام ده كله، ولا كده ولا كده ولا كده. لكن هو الحقيقي السبب الرئيسي هو دكتور محمد مرسي نفسه، لان انا بصراحه ما اعرفش مين دكتور محمد مرسي. انا مره واحده ماشي في الشارع لقيت بوسترات ابيض واحمر واسود وعليها واحد دقنه بيضه ورافع ايده لفوق وبيبتسم. نفس الصوره ديت كانت متعلقه لحد تاني من قبليه بفتره مش كبيره، بنفس الشكل بنفس كل حاجه، وبرضه رافع ايده وبيبتسم، وغيره رافع ايده وبيبتسم. الحياه كانها وردي وجميله ولذيذه، وكل الحياه اللي جايه ضحك ولعب وجد وحب، وده شعور جميل جدا. ده الدليل الايام الجميله اللي احنا عايشينها وبنشوفها وحاسين بيها كلنا. لكن الحقيقه مش ده السبب برضه، بس يعني برضه مش معنى كلامي ان انا بقول ان انا مش هرشح الراجل دوت ان انا كده مؤيد للناس الجميله الحلوه اللذيذه النسانيس اللي ادت صوتها لفريق احمد شفيق. لان انا برضه مش عارف لحد دلوقتي ايه معيار اختيار الناس للبني ادم دوت. بس يعني هو كل واحد مسؤول عن تصرفاته، لو كانت تصرفات ناس ناس بشر يعني بشر، لكن غير البشر مش هنعتب عليهم، وكل وقت وله اذان. بس بجد المثير للاهتمام في الموضوع والملفت للانتباه قوي بالنسبه لي انا بقى ان الشعب اللي يقدر يوصل بالمعجزتين دول لجوله اعاده هو فعلا شعب ما يتقالش عليه غير ان هو شعب فعلا ابن نكته. يعني ايه نكته؟